السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا مع سلسلة حكاية مثل. النهاردة عندنا مثل جميل اسمه عادة حليمة لعادتها القديمة. حليمة دي كانت زوجة حاتم الطائي، وحاتم الطائي كان معروف بالجود والكرم، كان كريم جدا. ولكن حليمة للأسف كانت بخيلة جدا. حب حاتم الطائي يخليها تبطل هذه العادة السيئة، فقال لها انت تعرفي ان الناس بتقول مقولة غريبة جدا. فقالت له خير. قال لها ان ربنا بيطول في عمر الناس اللي بيزودوا السمن في الاكل. كل ما زودتي عدد آه، معالق السمن في الاكل، كل ما ربنا اطال في عمرك. فاستغربت، فمن يوميها بدأت تزود السمن في الاكل وفي الطعام، لدرجة إنها بقت كريمة، ويعني الناس ما بقتش تتكلم عليها زي الأول. في يوم من الأيام توفى ابنها، ابن حليمة ده، وكان ابنها ده غالي جدا عليها وكانت بتحبه أكتر من نفسها. فبعد ما توفى حزنت عليه جدا، وبعدين قالت إيه، أنا يعني عايزة أروح له. فبدأت ترجع للنظام القديم، بدأت تقلل في السمن في الأكل. فلدرجة إن صحاب حاتم الطائي اللي هو كان بيعزمهم في جولاته المختلفة، انتوا عارفين إن هو حاتم الطائي ده كريم جدا، فجم قالوا إيه، يا الله، لقد عادت حليمة إلى عادتها القديمة. ومن يوميها المثل ده يعني بقى شائع بين الناس، ان الانسان اللي بيكون عنده عادة سيئة كان بطلها ورجع لها تاني، يقال هذا المثل عليه. من هنا نكون وصلنا لنهاية حلقتنا، ونتمنى ان الاعجاب يكون جميل عندكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.